بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه، حلقة جديدة إن شاء الله في برنامج الكرة مع إسلام. هنتكلم على حاجات كتير النهاردة، وعنوان الحلقة النهاردة إن شاء الله هيبقى سمك لبن تمر هند. اللي بيحصل في الكرة المصرية الفترة الأخيرة لازم نتكلم عليه ونقول رأينا إن شاء الله. هنتكلم على كذا نقطة. هنتكلم عن الأهلي، هنتكلم عن اتحاد الكورة، هنتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ، هنتكلم على هنا بريدة وتصريحاته، هنتكلم على الحكام والأخطاء، هنتكلم على آه، طلب الأهلي في تفريغ أو عمل جلسة استماع للفار بسبب توابع طبعا مباراة سيراميكا اللي قبل اللي فاتت. هنتكلم إن شاء الله على حاجات كتير النهاردة، مش هنسيب حاجة إن شاء الله لما نتكلم فيها. نتكلم على جزء بسيط عن نادي الزمالك إن شاء الله. أول حاجة حابب أتكلم فيها هو موضوع مهم جدا، وكان منرفزني الفترة اللي فاتت ومخليني يعني بصراحة متعصب. هو مش جديد على الكابتن أحمد بلال إن هو، بص، هنقول بصراحة، لما تكون لاعب كورة كنت كويس في فترتك أو جامد في فترتك، بس مالكش حظ، اللي هو أنت مش ما عندكش كاريزما، القبول مش قد كده، الجماهير مش متقبلاك، مش مش مطرقع مع الجماهير من الآخر، اسمك مش معلم معاهم. فبالتالي انت بتكون عايز ان انت تعمل اي حاجة تفكر الناس بيك او تطلع ترند، ودايما بيبقى على حساب نادي الزمالك او على لعيبة نادي الزمالك او على اي حاجة تخص نادي الزمالك، لان نادي الزمالك طبعا اسمه لوحده ترند، ماركة، علامة تجارية، هو ده اسم الزمالك. فطبعا لما نلاقي قبل كده كابتن احمد بلال، هو هنتكلم على تاريخ، وهنتكلم على تاريخ ناصر منسي دلوقتي، بس هي النقطة دي كنت حابب أتكلم فيها باستفاضة، لأن الموضوع كان منرفزني ومعصبني جامد. إن أنت كل فترة بتطلع بتصريحات غريبة وملهاش معنى ومش مفهومة ومن غير سبب. يعني يا ريت مثلا لا، ناصر منسي أو أي حد عموما من نادي الزمالك بينكشك بيعمل لك حاجة. مفيش حد بيعمل لك حاجة، أنت مع نفسك. مذيعة سخنتك، مذيعة قالت لك أي كلمة عصبتك، تقوم أنت إيه، شادد بقى على ايه، على نادي الزمالك وعلى لعيبه نادي الزمالك. طبعا قبل كده لما كان مع مصطفى محمد، لما كان بينتقد مصطفى محمد، وطبعا شفناه كل مباراة كان ينتقد مصطفى انتقاد غريب، انتقاد شديد، كناش بنشوف حد بيتكلم عادي. كان كابتن كلام احمد بلال على سكر طبعا عشان اهلاوي، لكن لو حد زملكاوي يتكلم اتفرج على اللي هيحصل له، مفيش حد هيسكت له طبعا. انما احمد بلال الاهلاويه ان شاء الله، ايه ده انت ازاي كده؟ انما لو الزمالك على طول ال- الدنيا تشتغل عليه. كنا بنشوف تصريحات كابتن احمد بلال عن مصطفى محمد ان هو عادي، مش مؤثر او كلام غريب. انا مش فاكر تصريحاته قوي او مش عايز افتكرها، لان تصريحات كانت مستفزه او تصريحات ترند ل- لجذب الانتباه، او ان انت تسلط الضوء عليك انت بس. بس ده اللي شايفه، ده من وجهة نظري، ده اللي احمد بلال بيحاول يعمله، وده نجح فيه على فكرة. هو نجح في كده، هو نجح اللي هو بيقدر يستفز جمهور الزمالك او بيستفز لعيبة نادي الزمالك، فبالتالي الصفحات بتتكلم عليه، يبتدي البرامج تستضيفه عشان نفس الحوار، نفس الموضوع، نفس الكلام، يتكلم برضه على لعيبة نادي الزمالك. طبعا كابتن احمد بلال كان اتكلم وقلل كتير من مصطفى محمد. طبعا مصطفى محمد هو مش سكته هو بس، هو سكت الدنيا كلها.
مصطفى محمد بعدها راح جلطة سراي، وطبعا انتقل لأقوى دوري من الخمس دوريات الكبرى وهو الدوري الفرنسي، وبيلعب مع نادي الفرنسي مقدم أداء كويس. طبعا الأداء الفني أو الكلام ده بالنسبة للمدرب اللي ما كانش بيلعب والكلام ده ما. إنما كمصطفى محمد كلاعب محدش يختلف عليه، مهاجم من طراز فريق جدا ومهاجم جامد. دي أول نقطة. تاني نقطة، خلصنا من قصة مصطفى محمد، كانت الدنيا هادية لحد مباراة السوبر الأفريقي. فجأة لقينا تصريحات كابتن أحمد بلال برضو المستفزة لجماهير نادي الزمالك والمستفزة للاعيبة نادي الزمالك، وده يعتبر كان من أسباب فوز نادي الزمالك على نادي الأهلي. تخيل، تخيل لما حد منك يخسرك. ما هي التصريحات دي بتخسر. هو انت دلوقتي لاعب في نادي الزمالك، لما تسمع واحد بيقول لك ده انتوا اصلا ما تجوش من المطار، او لو جيتوا هتاكلوا ثلاثة، او مش عارف الكلام اللي مش مفهوم ده او اللي ملوش تفسير. طبيعي، طبيعي لما يتقال لك كلام شبه ده، انت كلاعب كرة بتجز في الملعب، تبقى نازل عايز تاكل النجيل، عايز تثبت للدنيا كلها اللي انت لا، مهما اتقال من تصريحات ما يأثرش فينا. انت قول اللي تقوله، احنا مركزين في الملعب واحنا مركزين في الماتش. وده اللي كان حصل. طبعا لما قال لك آه، من نصيحتي لنادي الزمالك ان هو ما يجيش الملعب او ما يجيش المباراة. طبعا انت كده بتقلل من نادي الزمالك اللي اداك درس في اليوم ده. طبعا شفنا المباراة وان الزمالك قدر يكسب الاهلي ضربات جزاء بتعادل. الاسطورة، الاسطورة ناصر منسي، الكلمة اللي مؤخرا بتنرفز اي حد. الاسطورة ناصر منسي. إيه اللي مضايقك ان هو اسطورة؟ يا عم هو اسطورة، اسطورة نادي الزمالك، اسطورة مصر. ايه اللي مضايقك؟ ولا انت عشان محدش قال لك يا اسطورة؟ طبعا ده طبيعي. طبيعي الواحد ما عندوش كاريزما، ما عندوش قبول. يعني فاهم، هو طبيعي يبقى له تصريحات دي. طبعا لحد ما ناصر منسي اجا ونزل وجاب هدف التعادل وعمل لها ساعتهم كده، عمل لهم كده اهو. طبعا الزمالك كسب الاهلي في السوبر الافريقي، ومن ساعتها ناصر منسي اداء اختلف مليون درجة مع نادي الزمالك. ومن ساعتها هو بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه ويزيده في تصاعد مع نادي الزمالك، الا ربما فتره قليله، ولكن قدر يعيد حساباته تاني مع كابتن معتمد جمال. طبعا كان قبلها المدرب يانيك فيريرا كان عايز يمشيه، لكن كابتن معتمد جمال آه هو كابتن معتمد جمال عارف ناصر منسي، عارف لاعب الكوره، عارف امكانياته كويس، مؤمن بقدراته. وناصر منسي ما خذلوش، وكان على قد الموعد، وقدر يعمل فورمه ما شاء الله رهيبه. ودي اللي بتخلي الناس تتكلم عليه. طبعا تألقه مع نادي الزمالك الفترة الأخيرة ما يعجبش مين؟ كابتن أحمد بلال، اللي يطلع يقول لك مع في قناة، مع مذيعة، يقول لك بتقول له ناصر منسي الأسطورة، طبعا ما هي بتستفزه. يقوم هو قايل لها آه، أسطورة إيه؟ تفكرني إيه بإيه؟ اللي جاب القلعة جنب البحر. الكلام بقى اللي هو إيه؟ تعالى لي يا ترند بقى، تعالى لي يا ترند. هو ده الكلام اللي جاب الترند. وده اللي حصل بقى. احنا بقى لنا تلات ايام ما ورناش غير اسمه ده، غير احمد بلال، تصريحات احمد بلال، تاريخ احمد بلال. تقول له انت، وبتقول له انت ان ناصر منسي فاضل له كام هدف ويجيب. هو لا، ويعمل بقى متواضع. يا ابني ده حقيقة، ما دي حقيقة.
ان هو فاضل له كام جون ويجيبك، دي حقيقة، مش اللي هو مش بنتجن عليك او مش بنقول حاجة مش موجود، دي حقيقة. هنقول الارقام دلوقتي وهنقول كل حاجة، هنقول كل حاجة دلوقتي. هو محسسني ان مثلا هو ايه، جايب مثلا 140 جول او 150 جول، وناصر مثلا، ناصر منسي جايب مثلا 20 جول. فانت ايه ده؟ انت مين يلا؟ انت ازاي تتقارن بيا؟ ده انا احمد بلال. انت ناصر منسي، انت لسه صغير. لكن لا، انت جايب، هنقول الاهداف دلوقتي، فرق 12 14 هدف، وهو لسه سنه صغير. يعني ان شاء الله مكمل لحد ما هيعدي ان شاء الله ناس كتير. نتكلم بقى على، طبعا عندنا ناصر منسي كان بدأ مع نادي الشمس وتدرج. يعني غير كده كابتن احمد بلال بادئ مع الاهلي او صعد مع الاهلي، فبالتالي انت عندك يعني فرق رهيب جدا جدا جدا. انك بتقارن واحد من الاخر جايبها من تحت، جايبها بدراعه من الصفر. انت طبعا كنت ناشئ ولاعب كبير، وبرضه مش اي حد بيطلع بيلعب في النادي الاهلي ويثبت وجوده. تمام، مفيش مشكله، تمام مفيش مشكله. بس برضه اللي يلعب في الانديه المتوسطه يجيبها من تحت لحد ما يوصل لنادي قمه زي نادي الزمالك، ده اللي يتسقف له، ده اللي نقول له شابوه ونعمل له كده تعظيم سلام. هو ده بدأ مع نادي الشمس وتألق بعد كده مع الداخلية ثم بيراميدز ثم طلائع الجيش ثم البنك يعني لعب ما شاء الله في أندية كتير لحد ما تألق مع البنك، والزمالك قدر يشتريه. وتبدأ قصة ناصر منسي الأسطورة، الأسطورة ناصر منسي. طبعا ناصر منسي سجل مع، أو مسجل عموما في تاريخه 72 جول. كام؟ 72 جول، كلام جميل. طب كابتن احمد بلال مسجل كام بقى؟ 120؟ طب 100 يا عم؟ لا 100 ايه؟ ايه ده مسجل ايه ده؟ امال هو بيتكلم كلام ايه؟ 90؟ انزل شويه. 86 جول. لا، بعد كل ده، بعد كل ده فرق بينك وبينه 14 جول. انا قلت مثلا اللي يتكلم مثلا يتكلم مع واحد اقل منه، او عشان تقلل من واحد او تبين ان انت اعلى منه او هو اقل منك، ده انت لازم تبقى جبار. انت لازم تبقى معدي الدنيا كلها. انت لازم اقل حاجه تكون مقفل 100 100 جول. ده بص، ده انت كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نادي الماء على طول مبدئيا من غير اي كلام. صباح الفل يا باشا، انا مسجل 100 جول. انما ولا مسجل 100 جول، مسجل 86 جول في مسيرتك كلها مع النادي الاهلي. طبعا احترفت في تركيا، بس طبعا ايه الاحتراف اللي هو الاحتراف الوهمي، الذي ملوش تاريخ من الاخر. احتراف لقب، احترفت. هل ليك تاريخ؟ مفيش تاريخ، هو تاريخك مع النادي الاهلي. طب لو كنت لعبت مع اي نادي غير النادي الاهلي مش حد يعرفك. وانت محدش يعرفك غير لما بتجيب نادي الزمالك. انت لما بتبطل تجيب سيرة نادي الزمالك محدش بيعرفك، تعرف او تطلع ترند لما بتجيب سيرة نادي الزمالك. طبعا احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا كتير على كابتن احمد بلال، وده كان موضوع كنت حابب اتكلم فيه باستفاضة زي ما قلت لحضراتكم، لانه موضوع استفزني جدا. وشفناه طبعا ان هو بقى طلع مع مش عارف، مع تامر امين تقريبا، طلع معاه برضه في لقاء. تامر امين، الاستاذ تامر امين بيقول له
انت مالك ومال مال ناصر منسي؟ يقول له مش عارف اللغة العربية، وده أسطورة وده مش أسطورة. يا عم انت مالك؟ هو أسطورة بالنسبة لنادي الزمالك، هو أسطورتنا. ناصر منسي هو أسطورة نادي الزمالك، مالكش دعوة. بس خلصنا كده من موضوع كابتن أحمد بلال، اتكلمنا فيه كتير، ونقفل كابتن أحمد بلال. نتكلم تاني حاجة على النادي الأهلي. والنادي الأهلي هنتكلم عليه بقى، إن هو آخر ماتش طبعا ماتش سموحة الشهير، اللي هو كان عليه طبعا جدل تحكيمي كبير بعد الجدل التحكيمي اللي كان في مباراة سيراميكا. لكن عشان سموحة، يعني عشان سموحة مفيش كما حد اتكلم. طلعوا في البرامج اتكلموا، اه, ليها ضربة جزاء سموحة، مش عارف ايه، بس هل في تصعيد؟ هل حد عمل حاجة؟ هل حد هيعمل حاجة؟ مفيش. ليه؟ نادي سموحة. لكن مثلا النادي الأهلي، شوف من ساعة ماتش سيراميكا لحد دلوقتي كل يوم أخبار عن النادي الأهلي، وجلسة استماع وخبراء تحكيم ومش عارف خبير أصوات وخبير مش عارف إيه، وحاجات غريبة. يعني أول مرة الواحد بيشوفها في الكورة بصراحة. طبعا الأهلي كسب 2-1 في ماتش سموحة، والأهلي فاضل له يعتبر هيلعب يوم 27 مع بيراميدز. الأهلي فاضل له 13 يوم، يعني أنت معاك معسكر كامل. النادي الأهلي معاه فرصة ذهبية، فرصة مش هتتعوض. انت عندك 13 يوم راح. طبعا انت مريح قبلها بيومين، يعني عندك اسبوع 15 يوم، يعني عندك فرصة انك تريح لعيبتك، عندك فرصة ان لعيبتك تسترجع مستواها تاني. وطبعا على صدد الفوز الاخير طبعا ده هيديك دفعة كبيرة جدا. وكمان ان ماتش الزمالك وبيراميدز هيتلعب، فانت هتكون مستني نتيجة، واي نتيجة هتكون في صالحك، طبعا ما عدا نتيجة فوز الزمالك، لأن الزمالك يعتبر هو المنافس المباشر أو الرئيسي للنادي الأهلي. فالأهلي قدامه فرصة كبيرة إن هو يبدأ يستعيد حساباته، يبدأ يعيد ترتيبه. المدير الفني يبدأ يشوف إن هو لما بيلاعب الناس اللي هي جعانة كورة، مش زيزو، أنا بتكلم على الجعانة كورة حاجة تانية. الناس الجعانة كورة اللي هي عايزة تلعب كورة، أمثال طاهر وحسين الشحات، بن رمضان اللي مدفوع فيه ملايين. آه، طبعا لعيبة كتير لازم تلعب الفترة الجاية، عشان هي دي اللي هتكسب النادي الأهلي. سيزو مش هيكسب النادي الأهلي، إمام عاشور طول ما هو بيفكر في الرحيل مش هيكسب النادي الأهلي. يبقى دول لازم يقعدوا، دول لازم يقعدوا على الدكة. زيزو من وجهة نظري ما عملش بربع جنيه لغاية دلوقتي مع النادي الأهلي ولا أي حاجة. هو يعتبر لحد دلوقتي بيحاول يفوق من الصدمة الجماهيرية، أو الصدمة اللي هو واخدها من هجوم، من من الجماهير نادي الزمالك طبعا بتهاجمه على طول. طبعا جماهير النادي الأهلي بدأت، أصل أي جماهير في الدنيا مهما كانت يعني مش هتفضل مستحملك طول العمر، أنت بتستحملك فترة. أنت لاعب كبير، آه ليك فترة، الفترة دي لو خلصت هتترمي بره النادي يا باشا. وما النادي الأهلي ما عندوش عزيز، مش هيضحي يعني هو مش هيتمسك بيك. لا، انت
زيزو لو ما بدأش يرجع فورمته او يرجع نفسه، ممكن يلاقي نفسه السنة الجاية التانية اللي بعدها بالكتير بره النادي، او بالكتير اللي جاية، ما ينفعش اللي بعدها كمان. هو انت الموسم ده قلنا مثلا الضغط بقى والكلام اللي معانا ده ملوش علاقة. انت كنت تلعب في نادي كبير، نادي الزمالك، المفروض ان انت متعود على الضغوطات ديت والحاجات ديت، فانت المفروض ان انت تكون جاي عارف اصلا اللي انت فيه ضغوطات عليك. لكن انت ما استغلتش، او ما خدتش الدفعه، او ما كنتش مركز بشكل كفايه في البدايه مع نادي الزمالك، مع النادي الاهلي عفوا، وده اللي خلاك ما تكونش مركز. لكن عندك فتره راحه كبيره، لان طبعا لو ما ركزتش هتكون زيك زي كهربا اللي خارج النادي الاهلي، اللي ضحى برضه بنادي الزمالك واتعمل كوبري عشان يرجع على النادي الاهلي، وبرضه ربك ما بيسيبش، ومرمي بره دلوقتي مرمي بره النادي الاهلي، مش عارف يرجع الاهلي تاني ولا هيرجع، لان هو شطب. وزيزو يعتبر بعد الزمالك مشطب، واشرف بن شرقي بعد الزمالك مشطب. الوحيد الوحيد اللي راح من الزمالك طبعا برضه عن طريق كوبري، او مش كوبري قوي، ما علينا. الوحيد اللي فايق، او اللي يقدر يرجع يفوق، بس طبعا بعد تعديل العقد، سبب اللي حصل من اللي اشتروا زيزو طبعا. اللي اشتروا زيزو اخد ارقام مهولة، ارقام فلكية، فهي اللي خلت اللعيبة في اوضة اللبس بتبص لبعضها. وطبعا دي نوايا اللي بيحصل في النادي. الاداء ده مش اداء ولا مدير فني ولا تقول لي اي، كل ده نوايا. اللي حصل ده نوايا من اللعيبة، اللي هي لما يكون لعيب زي الكابتن حسين الشحات ولا طاهر ولا قفشه ولا الناس دي كلها، تكون شايلك وجايبه لك افريقيا والكلام ده، وانت تيجي في موسم ولا في موسمين تلاقي انت بتاخد 20 مليون ولا 25 مليون، تروح تجيب لي واحد بياخد 100 مليون؟ ما طبيعي. بص، ده انا لو ما بصيتش يبقى مش بني ادم، يبقى في حاجه غلط. ازاي ابقى مكسر الدنيا معاك، وانا اللي مكسبك الماتشات، وانا اللي عامل لك الاداء الكويس وكل حاجه، وانت في الاخر تجيب لاعب من نادي الزمالك، النادي التقليدي، الغريم التقليدي بتاعك، وتديله 100 مليون جنيه، ومش عايز الاوضه تبوظ، مش عايز الفرقه تتفركش. اهي الفرقه اتفركشت، واللاعيبه مش طايقه بعض، والاوضه اللبس باظت، غلطات مدربين وغلط، وبدل الغلطه ثلاثه، فلوس وبتدفع اللعيبه، بتطلع اعارات وبتدفع لها الفلوس بتاعتها، مدربين قاعده في البيت وبتاخد فلوسها. كولر اللي هيمسك نادي في سويسرا من بدايه الموسم الجاي تقريبا، مش متذكر اسم النادي قوي، هو هياخد عقد من النادي السويسري، وفي نفس الوقت بياخد عقده من النادي الاهلي. دي في حد ذاتها كارثه، كارثه. طبعا ده كان بالنسبه لموضوع زيزو. واتكلمنا عن الفتره الذهبيه بتاعه النادي الاهلي، ان هو فتره الراحه ديت، ان هو لازم يستغلها باي شكل. نتكلم بعد كده على احداث مباراه سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي، اللي هي بسببها بقالنا من من ساعه ماتش سيراميكا لحد دلوقتي كل يوم اخبار، كل يوم حاجات بتتقال زياده، حاجات بتتقال جديده، والكلام اللي احنا قلنا ده. طبعا آه الكره في مصر هي كره القوي. بمعنى، يعني انت مثلا عندك النادي الاهلي، وبالاخص كابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا الكاميرات جايباه هو ايه، بيتلفظ
او بيشتم الحكم ابو الوفا. طبعا كل الناس شافتها والكاميرات مصوراها، والموضوع واضح قوي وباين قوي، مش محتاج ان حد يتكلم عليه. هو مش محتاج ان حد هو الموضوع شرح نفسه. لكن عشان النادي الاهلي، القوة الجماهيرية، القوة الإعلامية اللي محدش بيقدر يعمل معاها حاجة. وعلى رأي الكابتن أحمد عفيفي لما كان في مواجهة مع كابتن سيد عبد الحفيظ، قال الجملة دي فعلا جملة حقيقية. قال له أنت جامد مش عشان أنت جامد، أنت جامد عشان أي حد مكانك لازم يبقى جامد. دي الحقيقة. أي حد مكاننا لازم يبقى جامد. إعلام، فلوس، جماهير، دولة بتساندك، كل الدنيا معاك. فطبيعي طبيعي تبقى جامد، طبيعي تبقى حقوقك محفوظة. تخيل اللي احنا بسبب ركلة جزاء، شوف بقالنا قد ايه الدنيا مقلوبة و... والعالم كله بيتفرج علينا بسبب ركلة جزاء. ضربة جزاء ما اتحسبتش، خلت آه الكرة المصرية كلها تنشنت على الحكام. يعني خلت الحكم وهو نازل ماتش الأهلي بيبقى خايف يغلط، خايف يحسب ضربة جزاء. وده اللي شفناه في مباراة سموحة، وده اللي الأهلي بيعمله. هو الأهلي بيعمل كل ده عشان كده. يعني هو الأهلي بيضغط على الحكام او بيعمل ارهاب للحكام، بي 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 بيخوفهم من الاخر، يخلي الحكام نازله خايفه. وهو ده المطلوب، الحكام تنزل تخاف. ضربة جزاء لسموحة ما تحسبش. طب هل ضربة الجزاء دي لو كانت اجت كان الاهلي خسر؟ طبيعي كان خسر، كان الماتش فلت منه، كان زمان دلوقتي الدوري باي باي، ما كانش في دوري خلاص. كان بقى فرق 8 نقط مع نادي الزمالك، وشوف فرق كام نقطة مع نادي بيراميدز، خلاص سلامة. وده اللي احنا بنتكلم فيه. هو النادي الاهلي كان بيدافع عن حقه، ده حقه طبعا، حقه ان هو يدافع عن حقوقه. طب ليه ما حدش يتكلم عن نادي سموحه؟ ليه ما فيش حد من الاعلام الاهلاوي اللي هو بيطلع يقول لك احنا لنا ضربة جزاء والتحكيم الفاجر، التحكيم القاسي، التحكيم الكلام الكبير اللي هو مش لاقي على كرة القدم ديت؟ ليه ما حدش بيتكلم يقول لك نادي سموحه عليها ضربة جزاء؟ حد يتكلم؟ ما حدش يتكلم طبعا، ما حدش يتكلم. ليه؟ ان ده النادي الاهلي. وجملة الجملة الكارثية، وبغض النظر ان هو اصلا ما ينفعش او نزوله الملعب ان هو يكلم كابتن ابو الوفا حكم المباراة ويقول له افتكر الوش ده عشان مش هتشوف، ده تهديد، ده تهديد صريح. معناه ايه بقى؟ يعني انت بتقول لا، يعني ايه عضو مجلس إدارة نادي اهلي ينزل الملعب بعد الماتش يقول لحكم المباراة افتكر الوش ده عشان مش هتشوفه تاني؟ انا عايز حد يفسر لي، انا عايز حد يطلع يفسر الكلام ده. يعني ايه عضو مجلس اداره يطلع يقول لحكم او ينزل الملعب يقول لحكم اه افتكر الوش ده عشان مش هتشوفه تاني؟ يعني ايه مش هتشوفه تاني؟ ليه هتبقى لابس طاقية لخفة مثلا؟ يعني ايه مش هتشوفه تاني؟ هتتحول؟ ما اكيد هتبقى هيشوفك. يعني ده تتكاب انت، ده تهديد اللي انت خلاص بقى دي اخر مباراة ليك، هتتعاقب بقى. إيه، مش تمسك مباريات تاني، تعتزل بقى. هو كده اعتزل؟ انت كده بتقول له اعتزل، انت كده بتهدده، انت كده بتهدده. طبعا ما حدش هيتكلم عن النقطة دي غير بعض الإعلاميين اللي هم يعني في بعض الزملكاوية وبعض الأهلاوية زي البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني،
وهو اللي انا بتابعه جدا وبحبه جدا كابتن مجدي عبد الغني، وبصراحة هو الوحيد اللي انا بحسه بيتكلم ب... بحسه بيتكلم كده بقلب كده، ما بيخافش من حد، بيتكلم اللي جواه بيقوله، ما بيعملش حسابات لحد. فطبعا مفيش حد يتكلم عن النضج غير بعض الاعلاميين الزملكاويه، وامثال طبعا كابتن خالد الغندور. هي الناس دي هتتكلم على ايه، على الموضوع ده، انما حد تاني يتكلم لا، هيخافوا. طبعا كابتن اسامه حسني واللي حصل طبعا كلنا عارفين، انه تم منعه من من اللي هو يطلع على اي واجهه اعلاميه تاني في مصر، بسبب الكلام اللي هو قاله على كابتن ابو الوفا، اللي هو يقول لك من كفر من كفر الشيخ. نفسي افهم علاقة كفر الشيخ باللي حصل. انت بتقول على كفر الشيخ ليه؟ آه حكم من كفر الشيخ وما أدراك من كفر الشيخ، ويطلع عدل كابتن عادل القيعي مع ابراهيم فاي يقول لك او تقريبا قبل عموما يقول لك حكم من كفر الشيخ وما أدراك من كفر الشيخ. هي شتيمة؟ هي كفر الشيخ دي بقت شتيمة يا جماعة ولا مش عارف؟ أنا مش فاهم، هي كفر الشيخ دي بقت شتيمة؟ كفر الشيخ دي محافظة محترمة جدا، محافظة جميلة، فيها طبعا جابت لعيبة كبيرة زي الكابتن عبد الحميد بسيوني، وجابت كابتن أحمد مجاهد اللي هو الأهلاوي الصرف، اللي في مرة كابتن شيكابالا قال له أنت أهلاوي، بسم الله الرحمن الرحيم 8 ماتشات بالصلاة على النبي. طبعا ازاي انت عبيط بتقول لي انا اهلاوي؟ انا اهلاوي بس ما تقولش قدام حد. هو كان عايز يقول انا اهلاوي بس ما تقولش قدام حد، انا بس اقول انت ما تقولش. شيكابالا يقول له انت اهلاوي 8 ماتشات يا باشا. هي دي الكرة في مصر، وهي دي الكرة المصرية. نكمل كلامنا، كنا بنتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو آه اللي هو المفروض انت دلوقتي عايز تدين كابتن ابو الوفا، ان انت هو بيقول اللي هو قال لتريزيجيه امشي يالا، و... ومش عارف قال لحسين الشحات، مش عارف الكلام دوت الغريب ده. طبعا الكابتن ابو الوفا بيدافع فيه عن نفسه، وقال لك انا ما قلتش الكلام ده، وده اللي هيتثبت في الايام اللي جايه، لكن محدش يتكلم. يعني انت عايز تعاقب كابتن ابو الوفا على اللي قاله لتريزيجيه، هو قاله، اعتبره قاله، عايز تعاقب اللي انت اللي هو قاله كابتن ابو الوفا. طب مين هيعاقبك على شتيمتك لكابتن ابو الوفا؟ طب مين هيعاقبك على تهديدك ليه؟ مفيش حد هيعاقبك، انما هو هيتعاقب طبعا. ده مباراة سموحة يعني، المفروض طبعا هن... يعني في نقطة برضو مضايقاني في اتحاد الكورة، وهو أصلا السماح، يعني إنك تسمح أصلا إن نادي يقول لك أنا عايز أعمل، يعني أنا يعني مفيش حد في الدنيا، مفيش كورة في العالم أو مفيش حاجة في العالم شفتها قبل كده، إن كورة ضربة جزاء اتحسبت ما اتحسبتش، هي ضربة جزاء مش ضربة جزاء، رئيس التحكيم طلع قال لك او رئيس لجنة الحكام طلع قال لك دي مش ضربة جزاء، دي ضربة جزاء، طلع برر ما بررش. انا ما شفتش قبل كده نادي بيطلب من اتحاد كورة تفريغ او عمل لجنة استماع للفار وبيحصل.
يعني دي ما شفناهاش قبل كده. دي ضربة جزاء يا جماعة، دي ضربة جزاء، مش نهاية الكون. والغريب ان اتحاد الكرة بيوافق. اتحاد الكرة اصلا مش مدرك ان اللي عمله ده كارثة، كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. انت بتوافق على حضور آه ناس، او ان انت بتبلغ ناس في السكور شيت بتاع الاهلي ان هو يحضر جلسة استماع. دي كارثة، حرفيا كارثة. انت كده فتحت على نفسك باب كبير جدا جدا مش تقفل. كل ان اي نادي، اي نادي يعني انت اي نادي بعد كده شاكك في ضربة جزاء، هيعمل لك بيان او خطاب: انا عايز اعمل لجنة استماع، فرغ لي الفار، انا عايز اسمع اللي اتقال وعايز اعرف ضربة جزاء. انت كده، ده انت ايه ده؟ العب. ما عشان كده انا قلت في بداية الحلقة: سمك لبن تمر هندي. اللي بيحصل في الكورة ده مش طبيعي، مش طبيعي ان في اتحاد كورة. المفروض اتحاد الكورة ده هو اقوى من الاندية. اتحاد الكورة بيبقى اقوى من الاندية، مش الاندية اللي بتبقى اقوى منه، ولا نادي اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا اي حد. هو اتحاد الكورة ثم الاهلي ثم الزمالك ثم، او زمالك ثم اهلي، ايا كان. او اتحاد كورة طبعا منتخب مصر، وثم بعد كده الاندية، او بالترتيب ايا كان الترتيب، ما يفرقش. انما انت تعمل، توافق للجنة استماع، وبعد كده بتزعل بقى اللي انت بتحدد اطراف. ما ينفعش، ما ينفعش تحدد اطراف. طالما انت وافقت، طالما انت وافقت من اول ان انت تعمل لجنة استماع، خلاص ما تلومش الا نفسك. انت كده فتحت على نفسك فتوحة، فتحت على نفسك باب كبير مش هيتقفل خالص. انت اي نادي سواء كبير ولا صغير هيحصل له ازمة في التحكيم. وطبعا انت فتحت في موضوع ما بيخلصش. غلطات التحكيم في مصر، ما في العالم كله، مش في مصر بس هي عندنا في مصر زايدة شوية. عموما في العالم كله ما بيخلصش. انت كده فتحت على نفسك باب كبير. اي نادي هيشك في ضربة جزاء هيقول لك اعمل لي استماع للفار على طول. ساعتها بقى اتحاد الكورة هيعمل ايه؟ هيرفض؟ ما ينفعش يرفض. يعني انت هترفض مثلا لو نادي سموحة هو نادي سموحة طبعا لضربة جزاء اللي هي كانت في الماتش الأخير، ونادي سموحة تقريبا بعت بيان أو خطاب لاتحاد الكورة. وده اللي احنا قلناه، اللي انت كده بتفتح على نفسك باب كبير في ان هو عايز يسمع الفار. هل ده هيحصل؟ هل اتحاد الكورة برئاسة الكابتن هنا بريدة هيستجيب لطلب سموحة أو أي طلب لنادي آخر؟ هل ده هيحصل؟ ولا هو النادي الاهلي بس؟ ما ده اللي احنا عايزين نعرفه. هل ده هيحصل اللي هو لو نادي سموحه طلب، او فعلا طلب، او اي نادي غيره طلب ان هو يسمع، هل هتوافقوا؟ اعتقد لو وافقته، ما هو في الحالتين وافقته، ساعتها هتبقى انت بتدي الحق لكل الانديه ان اي نادي يبقى كده هيطلب منك. طب لو ما وافقتش، اتفرج على اللي هيحصل. مش شهر، خد لك سنه بقى قدامها بقى على اللي بيحصل بقى. اتحاد الكورة بقى بيخاف من الأهلي، اتحاد الكورة بأهلاوي، اتحاد كلام كتير هيتقال وحاجات كتير هتتقال، مش ملهاش نهاية ولا هتخلص، ولا هتخلص. لكن آه عايزين بس الأول نتابع تصريحات كابتن هنا بوريدة
آه طبعا احنا اتكلمنا على الكابتن سيد. اه قدامنا التصريحات. قال لك اتحاد الكورة لم يخطئ في أزمة الأهلي ولجنة الحكام. دي رقم واحد. اتحاد الكرة لم يخطئ في أزمة الأهلي ولجنة الحكام. يعني اتحاد الكرة ما علوش خطأ. مفيش خطأ دلوقتي بين إيه؟ بين لجنة الحكام والأهلي. تمام تمام. تاني حاجة، طلبنا من الأهلي إرسال أسماء الوفد الذي يحق له حضور جلسة الاستماع، وجاء الرد وجاء الرد بكرة تشوفهم. تاني كده معلش. طلبنا من الأهلي إرسال أسماء الوفد لكن اللي بيحق لهم الحضور. طب الرد كان ايه بقى؟ بكره تشوفهم. طبعا رد استفزازي. الرد ده لو فعلا حصل ده رد استفزازي من النادي الاهلي او من اداره النادي الاهلي. ان اتحاد الكوره بيطلب منك انك تبعت له الاسماء الناس اللي هتجيلك او اللي هتحضر جلسه الاستماع ديت، الوفد اللي هيطلع، وانت تقول له بكره تشوفهم. يعني ايه؟ يعني من الاخر مالكش دعوه، ما يشغلكش، انا هجيب اللي انا عايزه. هو ده اللي بيتقال. ما بكره تشوفهم يعني خلاص، هيبقوا قدامك امر واقع بقى. تالت نقطة، قال لك ابلغنا الاهلي مجددا اي حد في السكور شيت يحق له حضور جلسة الاستماع. يعني بمعنى كده ايه؟ ان اي حد خارج السكور شيت ما ينفعش، اللي هو كابتن سيد عبد الحفيظ واللي حصل واللي لسه هنتكلم عليه. لسه هنتكلم عليه بالمناسبة. مش لسه هنتكلم. هي الحلقة النهاردة هتبقى طويلة شوية للأسف. رابع حاجة معانا، قال لك علاقتنا قوية جدا بالنادي الأهلي ونقف على مسافة واحدة من الجميع. يعني هو بعد ما قال لك كام جملة دي، قال لك علاقتنا قوية جدا بالنادي الأهلي ونقف على مسافة واحدة من الجميع. بيهدي الدنيا. لم أتلقى أي اتصال من أي مسؤول داخل النادي الأهلي. طبعا ده كلام، يعني معنى كده إن النادي الأهلي مفيش اتصال حصل، فهو النادي الأهلي بيتحرك بمزاجه. أنا هحضر بكرة. طب طبعا فوق قال لك طلبنا من الأهلي إرسال أسماء الوفد وجاء الرد بكرة تشوفه. وتحت قال لك لم أتلقى أي اتصال من أي مسؤول. مفيش أي حد من النادي الأهلي كلمه. طب مين اللي قال لك الرد هيجي بكرة؟ ما علينا. هنكمل بعد كده. إيه؟ تصريحات اتحاد الكورة. تمام. هنكمل بعد كده التصريحات. وهي قال لك إيه بقى؟ قال لك شكلنا أصبح غير لائق في الخارج بعد الأزمات الأخيرة. لأول مرة 4 حكام مصريين في المونديال. يعني قال لك شكلنا في الفترة الأخيرة أصبح غير لائق بسبب الأزمات الأخيرة. بعدها قال لك لأول مرة في 4 حكام مصريين في المونديال ويجب تحسين صورتنا. طب ما هو أنت اللي بتعمل كده. أنت اللي أنت اللي بتوافق على الحاجات اللي هتخلي شكل الدوري بعد كده وحش. ما علينا. أوسكار مكمل لنهاية عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم، اللي هو رئيس لجنة الحكام. ليس لدينا أي مانع من استخدام حكام أجانب من أي نادي. يعني اتحاد الكورة بيعلن إن أي نادي عايز يجيب حكام أجانب هات، مفيش عندنا أي مشكلة. بس أهم حاجة، ولكن يجب مراعاة المواعيد القانونية. يعني لازم يبقى في مواعيد قانونية معينة بيتجاب فيها. بس هل ميزانية النادي الأهلي
بعد ملايين الملايين الدولارات اللي بتتصرف، تتحمل انها تجيب مدرب تجيب حكم اجنبي بالعمله الصعبه؟ وطبعا الحكم الاجنبي اللي بيجي لك بياخد بره مثلا قرش، بيجي ياخد عندك هنا 10. هو انت سلعه. تمام، نكمل بعد كده. تصريحات كابتن هاني ابو ريد. قال لك: لم نصدر اي قرار باحاله سيد عبد الحفيظ لجنه الانضباط، وننتظر تقرير الحكم محمود ابو الوفا. طبعا تردد الفتره الاخيره ان اتحاد الكوره برئاسه الكابتن هاني ابو ريده ان هو اصدر قرار باحاله كابتن سيد عبد الحفيظ لجنه الانضباط. طبعا كابتن هاني بريده طلع نفى الكلام دوت، قال لك مفيش، الكلام ده خطأ، ما مفيش حد اصدر قرار باحاله كابتن سيد عبد الحفيظ الى لجنه الانضباط. واسمع بقى الحته الجايه دي، الحته دي مهمه جدا. شوف بقى قال لك ايه. قال لك: ارسلنا ضربه الجزاء الاهلي امام سيراميكا لحكام دوليين بالخارج، وابلغونا بانه لا تستحق ضربة جزاء. يعني ايه؟ يعني كل الفيلم اللي بيحصل ده او المسلسل الهندي اللي هو بطل اتحاد الكورة والنادي الاهلي، ده اسمه مسلسل. اللي بيحصل ده مسلسل، وهندي كمان، يا ريت عربي، ده هندي. يعني بعد كل ده طلع نفسه منها، قال لك بعتنا الفيديو لحكام اجانب، قال لك مش ضرب جزاء. يعني بالمعنى الصحيح الكورة ما فيهاش حاجة. لكن لكن آه زي ما قلنا، هي دي الكورة في مصر، وهي دي الرياضة في مصر. نتكلم بعد كده. اتكلمنا كده على، طبعا أخطاء الحكام. هي أخطاء الحكام دايما موجودة في أي حتة. أخطاء الحكام دايما لو جبت أحسن حكم في العالم وارد يبقى ليه أخطاء، بس خطأ في خطأ عن خطأ بيفرق. يعني مثلا خطأ فرقة مثلا كسبانة 3-0 مثلا على سبيل المثال، ودخل فيها جول والماتش خلص، اتحسبت ضربة جزاء ومش ضربة جزاء. هل الخطأ ده حد يطلع يتكلم عليه بنفس يعني الأهلي مثلا، هنتكلم، خلينا في المثال اللي احنا فيه دلوقتي، مباراة سيراميكا والأهلي، الأهلي بيلعب مع سيراميكا، تمام. الأهلي غلب، الأهلي كان كسبان 2-0، بعد كده مثلا جاب جول، أو كان كسبان 2-0، سيبك من التالت. بعدها جينا في الدقيقة 91 الأهلي كسبان 2-0، جينا في الدقيقة 91 اللي حصل ضربة الجزاء دي، والكابتن محمود أبو الوفا ما حسبهاش. هل هتحصل نفس الضجة دي؟ ولا أي حاجة. دقيقتين في أي استوديو، ضرب، أنا من وجهة نظري ضربة جزاء، أنا مش من وجهة نظري مش ضربة جزاء، خلصت الليلة. لكن ما كناش هنشوف كل الكلام ده. تمام، هنكمل بعد كده. تمام، قلنا على الحكام إن هم بيغلطوا كتير، اتكلمنا على كابتن هنا بريدة، اتكلمنا عن اتحاد الكورة، اتكلمنا عن كابتن سيد عبد الحفيظ وتصريحاته، إن هو قال لك آه هو طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ كان معاه جمال جبر رئيس المركز الإعلامي، وتقريبا كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي. آه هو نفسي أفهم، هو واخد، يعني أنا مش فاهم أنا مش فاهم. هي حاجة عبثية بتحصل، ودي اللي بتلخص حال الكرة في مصر عموما. أنت واخد خبير تحكيمي ليه؟ هو أنت هتروح تحلل؟ هو أنت هتروح هتقول له ده ضربة جزاء؟
انت واخد خبير تحكيمي ليه؟ مش فاهم. جمال جبر، ماشي نعديها رئيس المركز الاعلامي مفيش مشكله، لكن اللي كان المفروض يروح كابتن وليد صلاح الدين، اي حد من الجهاز الاداري في النادي الاهلي، انما مش كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هم بالمناسبه مفيش بينه وبين اتحاد الكره توافق، لا هم بيحبوه ولا هو بيحبهم. وده اللي شفناه طبعا من ان هم في الاخر راحوا اتحاد الكوره، ما عملوش اي حاجه، دخلوا وطلعوا. طبعا الناس بتقول لك اتطرد، الناس تقول لك ما اتطردش، الناس تقول لك هم رفضوا ما رفضوش. كل الكلام ده هري، كل الكلام ده بيدل ان الكوره في مصر آه عبثيه جدا جدا جدا. آه نكمل بعد كده. اتكلمنا ان الاهلي طبعا يعتبر داخل في فتره معسكر مغلق، وهي فتره ال 13 يوم دي. واتكلمنا في طلب الاهلي في تفريغ آه تفريغ الفار، واتكلمنا في طرد كابتن سيد عبد الحفيظ. وفي حاجه عايز اتكلم فيها، وهي كابتن او قائد نادي الزمالك كابتن محمد الشناوي. طبعا اللي حصل ان كابتن محمد الشناوي في اخر الماتش آه هو اتوقف بسبب ان هو ايه اتطرد، يعني هو كده اخد كارت، فهو طبعا اتوقف بسبب ايه؟ يعني المباراة اللي فاتت اللي هو اتوقف فيها ديت يعتبر تروح من اللي هو الطرد، الطرد في المباراة ملهاش علاقة بالطرد او بالوقف، اللي هو توقف 4 مباريات وتقريبا تم تخفيفها المباراتين. فانت دلوقتي بتعاقب محمد الشناوي في عقوبة بعقوبة، يعني بتدخل اتنين في واحد. انت بتعاقبه اللي هو اتطرد بالكارت الاصفر، كارت اصفر واصفر باحمر اتطرد، فتوقف ماتش. فهو توقف ماتش، فالماتش ده هل هيبقى من ضمن الماتشين؟ وده اللي احنا عايزين نعرفه. اصل العقوبات بتبقى متفاوتة، وبعدين كابتن محمد الشناوي ينزل يضرب الحكم ويقول شوف بقى الاهلاويه بقى يقول لك ايه بقى؟ اصل هو كان بينده للحكم، اصل هو كان عايز يقول له بينده للحكم ازاي؟ انا عايز حد يقنعني ازاي كان بينده. يعني انت دلوقتي نازل وبتجري على الحكم، هتروح تزغزغه في ودنه مثلا؟ هتروح تخربشه في قفاه؟ اكيد يعني انت هي باينه قوي اللي انت نازل تضربه. آه، شفت شفت حلقه في برنامج، فواحد من نجوم النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي والزمالك، طلع يقول لك اصل هو ايكا، وبعد كده حاول يحط ايده على الحكم، وبعد كده الناس اللي ورا زقت ايده، فايده خبطت. ده ايه ده؟ يعني الكلام ده ما يخلش على اي حد، ما يدخلش على اي حد. اصل مصر اصل الجماهير، الجماهير في مصر عموما فاهمه وواعيه وبتشوف بعينيها، مش بتسمع، هي بتشوف. فهو انت ما تحاولش تقنع المشاهد او ما تحاولش تقنع الجماهير بحاجه هم شايفينها. يعني انت دلوقتي هم قاعدين باصين على ان الكابتن محمد الشناوي نزل ضربه، لا انت بتقول ده هو حاطط ايده وواحد زق. تمام. اللي يضرب حكم ياخد كام ماتش؟ ماتشين؟ 4؟ 50,000 جنيه الفكة بالنسبة لهم. لكن كابتن إسلام فتحي اللي هو مدرب المقاولين لما يطلع يقول آه او يشتم، لما جماهير الاهلي شتمته، طبعا شتام كلنا سمعناها،
وهو طلع يرد عليهم، قال لهم انتوا فرقه ما علينا. قال لهم ايه ساعتها؟ كام ماتش؟ 3 ماتشات. يعني المدرب اللي يرد على الجماهير ياخد 3 ماتشات، انما اللاعب اللي ينزل يضرب حكم لاعب نزل ضرب حكم. يعني انا مش متخيل تديله ماتشين 4. ده يعني مش فاهم والله الاحكام بتيجي ازاي، او الكوره في مصر عموما بتمشي ازاي. لكن ده بيلخص ده بيلخص الكوره في مصر. ده بيلخص حال الكوره في مصر، وبيلخص اللي بيحصل، اللي هو العبث اللي بيحصل في مصر، في في موضوع الكوره تحديد يعني. طبعا كناش عايزين نطول اكتر من كده. هنتكلم سريعا يعني، نتكلم سريعا في آه، نادي الزمالك. وان نادي الزمالك طبعا عنده مباراة قوية جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حلقة مخصصة لنادي الزمالك، هنتكلم فيها عن التشكيل نادي الزمالك. هنتكلم قبل المباراة، هنتكلم على تشكيل نادي الزمالك قبل الماتش، هنتكلم على اللي المفروض يحصل، هنتكلم على مفاتيح لعب نادي الزمالك، هنتكلم على بزيرة عودته. طبعا بزيرة الفترة الأخيرة في كلام بيقول إنه جاي له عروض، وطبعا الترانسفير بتاع بزيرة، أو القيمة بتاعت بزيرة على الترانسفير ماركت طبعا زادت من 1,500,000 ل1,900,000، وده طبعا بتعكس قيمة نادي الزمالك، طبعا بتعكس الموهبة الكبيرة لبزيرة. اللي نسيت اقول حته مهمه جدا، ان بزيرة برضو هو من اسباب ان زيزو يكون كده. لان طبعا انت زيزو ده لو ما فيش حد يجي يعوض مكانه في نادي الزمالك، عارف كان عادي. انما اللي خلى زيزو متاثر جامد قوي، وان في حد بيدبدب مش بيدبدب، انت مشيت نادي الزمالك الجماهير نسيتك على طول، فاهم؟ ما لحقتش. يعني مثلا ما فيش فتره، احنا قعدنا فتره مثلا لما امام عاشور مشى قعدنا فتره. آه، انا عن نفسي كنت متاثر جدا، كنت زعلان ان نادي ان الزمالك خسر لاعب بقيمه امام عاشور، اللي هو بيتعامل هناك كانه ملك، ما بيسافرش ماتشات وبيتوقف له اسبوعين وبيرجع، ودي طبعا حاجات غريبه. آه، بيتخصم له 1,500,000، واحد ما سافرش معاك ماتش بتخصم منه 1,500,000. فدي طبعا دي نقطه مهمه، اللي هو بزيره. آه، بزيرة كان من اسباب التأثير على مستوى زيزو في النادي الاهلي طبعا. ان انت لو ما كانش بزيرة موجود، كان جماهير نادي الزمالك هتفضل تفتكر فيك شوية. احنا كان عندنا زيزو، ده احنا مش عارف ايه، لا ما فيش حد هيجي يعوض مكانه الكلام ده. انما انت مشيت من هنا، ربنا بعت جماهير نادي الزمالك بزيرة ده، اللي هو طبعا فارق بأرقامه وبأدائه وكل حاجة. طبعا ان شاء الله انتظرونا في حلقة مخصصة لنادي الزمالك بإذن الله قبل مباراة نص النهائي إن شاء الله أمام شباب بلوزداد. هنتكلم فيها إن شاء الله على كل حاجة، المفتاح لعب نادي الزمالك.
هنتكلم على المفروض كابتن معتمد جمال، او مش بنتكلم اللي احنا بننصح، احنا طبعا بنتكلم من وجهة نظرنا. وكده كده اللي هيعمله كابتن معتمد جمال هو اللي هيعمله في دماغه، لكن احنا هنقول حلول، هنقول الناس اللي تلعب، هنقول التشكيل الصح ان شاء الله. و... وطبعا عارف ان الحلقة دي طويل جدا جدا جدا، لكن بقالنا فترة ما طلعناش، فكان لازم نتكلم على كل حاجة، كان لازم نقول رأينا في كل الموضوع. النهارده الحمد لله اتكلمت في كل حاجة، اتكلمت على الأهلي، واتكلمت على اتحاد الكورة، واتكلمت على كابتن سيد عبد الحفيظ، واتكلمت على الكابتن هاني، واتكلمت على تصريحات كابتن أحمد بلال المستفزة، واتكلمنا على الحكام، واتكلمنا على كل حاجة. في آخر الحلقة إن شاء الله حابب أشكركم، حابب أشكر أي حد بيتابعني، وما تنسوش طبعا ال الشير واللايك والسبسكرايب، وإن شاء الله انتظروني في حلقات جاية كتير. سلام.